ايه الطلب ده بقى يا معلم؟ ده نصين سفرة فوق اهم. بص الفراخ عاملة ازاي؟ عجوة. الخلطه اللي جوه دي الناس بتحب تاكلها. طبعا ده الزبون ما ياكلش فراخ وياكل الخلطة دي. يلا. قول لي الحاج عادل فاتح من سنه كام؟ أنا عندي 65 سنة. فاهمة؟ الشغلة دي أبا عن جدا، بس مش الشاوي الصاحي. فراخ والبط كانت الفراخ دي طلعت حتى. يعني جدي بتاع فراخ. هم بتوع الفراخ كانوا معدودين على الصوابع. انما الفراخ البيضاء دي من سنه 80 احنا شغالين فيها. ايه الحاجه اللي ورثتها من اجدادك ووالدك؟ الشغله. احنا مولودين على قفص الفراخ. مولودين ايه؟ مولودين على قفص الفراخ. بتفهموا كل حاجه في المال. في اي حاجه. ولو عايز بقول لك ايه، نفسي واحد يراهني في شغله الفراخ، في الذبيح والتنظيف والشوي. نفسي واحد يراهني. ولو انت انا الخساره انا اللي هدفعها. ده غرور ولا ثقه؟ ده بقى ده شغل. انا مش فتاوى. مش بكلمك في فتوانا. بكلمك في ايه؟ في شغل. الثقة دي فاهماني؟ بكلمك في ايه؟ في شغل. يجيب فرخه ويذبح، يجيب حمامه ويذبح، وانا اجيب فرخه واذبح. قول لي بقى ايه؟ قولي. شغالين في الفراخ والطيور، لكن ما حدش عمل فكره الفرخه الشبح. انت اللي صاحب الفكره. الحمد لله. جات لك منين بقى؟ اول من عند ربنا. اه. سيبي من عند ربنا. قول لي، في ناس مشاهير بييجوا ياكلوا من عندك، قلت لي ان في مشاهير بييجوا. انت اسالي المشاهير كلها، قول لهم عايز اكل فراخ، عايز اكل فرخه، شوفها يقول لك روحي فين. قلت لي مين؟ اي مشاهير. زي نجوم مين؟ مصر كلهم. قول لنا كده زي مين؟ اي حد. تسلب محمود الليثي، تسلب جميع المغنيين اللي خلق ربنا. لسه طبعا محمود ده علم من اعلام الصغير. مصر. لسه حمزة الصغير واخد بالليل اكل. اسالي حمزه الصغير، اسالي اي حد في حمادة الفن، الليثي. اسالي حماده الليثي، اسالي بيته. يعني بيت حماده الليثي اساليه. مصطفى بولا. مصطفى اي مغني بقول لك. امبارح كان عندنا مين؟ ارفعي طاهر أبو ليلى. سماعتك. امبارح اسالي حماده هلال. المدام. اسالي حماده هلال. ولا الاعلانات اللي خدتها المدام. قولي له اه. اهو شوف. سالي